السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله من الاكلات اللي بتتعمل دايما في الاعياد والمناسبات. هنعمل الكمونيه، اكله مصريه اصيله. الكمونيه بتتعمل باللحمه الكندوز او باللحمه الضاني. فاحنا هنا هنعملها باللحمه الكندوز الموزه، ومعانا طماطم فريش معصوره، مكوناتها مش كتير خالص. تمام. معانا طماطم فريش معصورة، ودي انا جايباها طماطم بتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وبضربها في الخلاط. فحضرتك تقدري تستخدمي لها طماطم فريش، وكمان معلقتين من صلصة الطماطم اللي هي التوميتو بيست التقيلة. تمام. ومعانا كمان توم مفروم. طبعا يعني التوم بتاعها بيكون كتير، البطل في الاكلة دي التوم والكمون. الاكلة دي مش بيتحط لها بصل خالص. ومعانا كمان كمون، ويا سلام بقى لو الكمون تكوني جايباه من حد كويس جدا، ويكون ريحة الكمون حلوة وفريش. تمام، بيديكي طعم حقيقي تحفة جدا. هنبدأ بقى ننزل بالزبدة، وحضرتك ممكن تعمليها بالسمن، سمن وزيت او زبدة وزيت. تمام. وتكون قطعة الزبدة كويسة كده، او السمن، علشان دي هنشوح فيها اللحمة. اهو بالشكل ده هنخليها كده تسيح. وبعد كده هنبدأ نجيب التوم. عايزة اقول لكم انها من الاكلات الحلوة جدا اللي بتتعمل في الاعياد وفي المناسبات، وفي العيد الكبير كمان عندنا بتتعمل. واحيانا كتير بتتعمل لو في افراح وحاجات زي كده. دي اكلة قديمة جدا من ايام جداتنا، وبصراحة طعمها وريحتها في البيت لا تقاوم، يعني جربوا وهتشوفوا. هننزل هنا بقى بالثوم، ونبدأ اننا نشوحه كويس جدا في السمن والزيت. وبنشوحه لغاية لما يبدأ كده هيدخل في ان هو بيبدأ يصفر. يعني خليه ياخد لون سنة، بس لون فاتح، مش عايزينه يبقى لونه غامق عشان ما يمررش منك. تمام، يبقى لونه اصفر كده فاتح بالشكل ده. انا مرضتش اجري الفيديو لان الفيديو قصير جدا اصلا، بس حبيت اوريكي كل التفاصيل. هنا بقى الثوم بدأ يصفر فاتح كده، اصفر فاتح. هننزل عليه بمعلقة كبيرة، ايوه معلقة كبيرة ما تقلقيش من الثوم. تمام. ومعلقة الثوم دي زي ما قلت لكم، هو بيعتمد الاكلة دي بتعتمد على الثوم والكمون. هنبدأ نشوحهم مع بعض كويس جدا لغاية لما نلاقي بقى الثوم بدأ ياخد اللون الذهبي، ذهبي فاتح مش ذهبي غامق، اوعي تغمقيه. تمام. عايزه اقول لكم ان هنا الريحه بتبقى فظيعه جدا. هتبداي تنزلي عليها بقى باللحمه، وتشوحي شوحي كويس جدا. الاكله دي بيتاكل معاها رز ابيض او رز بالشعريه، طبعا بيبقى تحفه جدا. و او رز حبه وحبه، يعني المهم بيتاكل جنبها رز. انا طبعا ما عملتش جنبها الرز، عشان حضراتكم عارفين احنا عملناه كتير مع بعض، فما حبيتش اطول عليكم الفيديو. تمام. وبعدين هنبدأ نشوحهم كويس جدا لحد بس لما لون اللحمة اللي هو الأحمر ده يبدأ يتغير شوية، يفتح بس شوية. تمام. اهو بصوا هغطي عليها بس عشان اللون يبدأ بس كده ان هو يتغير. تمام. هنقلب تقليبة، وبعدين نبدأ بقى نكمل التوابل بتاعتنا اللي هي مش كتير خالص خالص. اللحمة دي حلاوتها في بساطتها يا جماعة. عايزة اقول لكم ان انا متعودة على الاكلة دي من وانا صغيرة. هنا هنحط الاول معانا ورق لورا، ومعانا فلفل اسمر، ومعلقة كمان من مرقة الدجاج فقط. بس مفيش حاجة تاني. الملح بقى بنحطه كمان ونظبطه في الاخر خالص. هو ده كل اللي احنا حطيناه، ملح وفلفل وكمون وورق لورا. وبعد كده هننزل عليها بالطماطم الفريش المعصورة، وننزل كمان بمعلقتين من صلصة الطماطم اللي هي التوميتو بيست التقيلة. الأكلة دي اتعودت عليها من أيام جدتي رحمة الله عليها، وكنا بنعملها دايما يوم وقفة العيد الكبير مع الممبار بقى والشوربة. وانت عارفين في اليوم ده بيبقى بقى لها سلق لحمة كتير ولحمة كتير العيد كله لحمة يعني. فكنا دايما دي بنفطر منها يوم وقفة عرفة بالليل، هو ده يعني فطرنا في اليوم ده. تمام. اهو بالشكل ده هنسيبها بقى لحد لما تاخد كده كام غلوة. وطبعا عشان انا عاملاها في الحلة البراستو، فانا
ممكن ازود عليها شوية من المية واقفل عليها بقى خالص. اما لو حضرتك بتسويها في حلة عادية فتقدري انك تسيبيها بالشكل ده لغاية لما تاخد شوية تسبيكة، وعين تبدأي تزودي عليها المية شوية بشوية لحد لما تستوي. بتستوي يا جماعة، الصلصة بتكون منها فيها مش متخيلة انت طعم اللحمة بتبقى عاملة ازاي. تاكليها بالعيش روعة، تاكليها بالرز روعة، يعني في كل حالاتها بصراحة تجنن. الأكلة دي حلوة قوي وفيها ريحة الماضي جدا جدا. واوعي تستغربي اللحمة مع الكمون، عشان بصراحة بتعمل ميكس تحفة. بقولك دي مش أكلة جديدة ولا غيره، دي أكلة جداتنا، أكلة اللحمة الكمونية دي من زمان قوي. بصي بقى، هزود عليها أنا هنا شوية من المية عشان دي كندوز وبتاخد سوا، واقفل عليها الحله البريستو. بعد كده هنروح نغرف على طول. اما حضرتك تقدري تزودي عليها سنه بسنه الميه لحد لما تكمل سواها في الحله العاديه. بصي بقى المنظر، ايه رايك؟ شايفه الشكل عامل ازاي؟ تحفه يا جماعه. والصوص بتاعها ده على الرز، حتى الولاد اللي مش بيحبوا الحاجات اللي بالصلصه والله هيعشقوها. يعني شوفوا ولادي متربيين في امريكا وكل حاجة، لكن الاكلة دي عندهم حاجة تانية خالص. بصوا الصلصة تقيلة وتحفة ازاي. امان عليكم، كل اللي يتفرج على الفيديو من فضلكم يعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يبان. ومتشكرة جدا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.